السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدنيا قفلت الساعة 9. طيب ما تفتح لنفسك سكة. مش كل باب يتقفل بيبقى خسارة. اللي اتقفل بره ممكن يتفتح جواك. بدل ما الدنيا تقفل عليك افتح انت. الليل لسه بدري والحياة لسه طويلة. الدنيا قفلت بدري ولا انت اللي طول عمرك مقفول بس ما كنتش واخد بالك؟ اغلب الناس شايفين ان قرار الغلق بتاع الساعة 9 ده النهاية، وفي ناس شايفاه البداية. في ناس القرار ده هيضيعها، وفي ناس هيبنيها من جديد. هو احنا حياتنا كانت واقفة على المحلات المفتوحة، ولا احنا اللي كنا مأجلين نفسنا لحد ما الدنيا تروق؟ خليني اقول لك حاجة محدش قالها لك قبل كده، ان في ناس كانت مستنية اي سبب علشان تبدأ. السبب اهو جه لحد عندك بس انت زعلان منه. انت دلوقتي عندك وقت ما كانش موجود قبل كده، بس بدل ما تستغله بتدور ازاي ترجعه زي ما كان تاني. تخيل كده، لو الساعة 9 دي بقت بداية يومك الحقيقي، ترجع تقفل موبايلك شوية، تقعد مع نفسك، تفكر، تخطط. حتى لو غلطت مش مشكلة، بس تبقى مستمتع وتقعد مع أولادك ومراتك وأحفادك. مش كل حاجة هتبقى ممتعة، بس كل حاجة هتبقى حقيقية. في ناس هتتعلم مهارة جديدة، في ناس هتقرا جديد، في ناس هتبدأ مشروع جديد، وفي ناس هتفضل تشتكي. وأغلب الناس دي هم نفس الناس اللي كانت بتقول قبل كده مفيش وقت. طب أهو الوقت جه، بس واضح إن المشكلة ما كانتش في الوقت. الفرصة عمرها ما بتيجي بالشكل اللي أنت عايزه. الفرص دايما بتيجي بالشكل اللي أنت بتبقى رافضها فيه. واللي بيفهم ده بيعرف يحول أي ضغط لبداية. الدنيا قفلت بدري بس ما تنساش تفتح الباب لنفسك، ولو مش عارف تفتح الباب اكسره. وما تنساش تشترك في القناة علشان يجيلك كل جديد.